عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لي غاليت كيجيو مذاق رائع ومذاق الحامض وكذلك فيهم الزنجلان. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. فعلا كيجيو غزالين بزاف، يعني تجربوهم وغادي تعرفوا على اش كنهضر. وما نطولش عليكم بزاف، غادي نخليكم مع المقادير وكذلك طريقه التحضير ديالهم. نخليكم على فيديو فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه ممتازه، وعندي كاس ديال الزيت. انا هنا عبرت بكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر الخشن، وعندي ربع كاس ديال الحليب. عندي 2 حبات ديال البيض درجه حراره المطبخ ويكونوا كبار، الا كانوا صغار استعملوا 3. عندي قشره ديال الحامضه، عندي 2 معالق كبار ديال العسل، وعندي واحد ربع كاس ديال الجنجله اللي حمرته. عندي 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات 16 غرام بالمجموع، وعندي واحد الساشي ديال الفانيلا، قبيصه ديال الملح يعني ضروري. صافي هادشي اللي غنحتاجو في المقادير. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. هنا غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضعو حبه ديال البيض. بسم الله. وغادي نوضعو بياض بيضه. بالنسبه للاصفر غادي نحتفظوا به، هو باش غادي ندهنو الوجه ديال لي غاليت. غادي نخليوه جانبا. غادي نضيف الحليب 4 كاس. غادي نوضع القشره ديال الحامض. قلت لكم استعملوا القشره ديال البرتقال، كنحكوا غير داك القشره الفوقانيه ما كنوصلوش لداك الابيض. غادي نوضع زيت نباتيه كاس. غادي نوضع كاس ديال السكر خشن، قبيصه ديال الملح باش كنصحوا الذوق. غادي نوضع 2 معالق ديال العسل، صافي. وغادي نوضع الزنجلان. غادي نخلط هاد العناصر حتى كيذوب لي. كنحس داك حبيبات السكر يعني دابو، كينسجم هاد الخليط مزيان. انا غادي نوضع حتى الساشي ديال الفانيلا. صافي. من بعد هنا غادي نضيف الدقيق. هنا عندي 500 غرام، ولكن كيف كتعرفوا يعني انا ما كنضيفوش الدقيق دفعه واحده، يعني كنضيفو شويه شويه حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغينا. يعني انا واخا قلت لكم في المجموع راه كنحتاجو 500 غرام، ولكن راه كل واحد والنوعيه ديال الدقيق. يعني غتحطوا واحد 500 غرام حتىكم وتضيفوا بشويه بشويه حتى كنتحصلوا على القوام. هنا في الاول غادي نخلط غير بالفوي حتى نحصل على القوام ديال الكيك، ونكمل ديك الساعه باليد ديالي. عفوا. هنا نبقى نضيفها بشويه بشويه. العجينه ما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش مرخوفه باش ما يسيحوش لنا في اللاطه، يعني تكون العجين رطبه. بحال القوام ديال الحلوه. صافي. انا هنا غادي نستعمل غير يديه. صافي. يعني كنت تندخلوا داك الكميه ديال الدقيق وعاد كنشوفوا واش غيخص مازال نزيدو.
صافي انا هنا دخلت داك 500 غرام ديال الدقيق، ودائما ما كنقيسوش بهاد اليد اللي كنخلطوا بها، ديما هذه اللي كتكون ناشفه هي اللي كنشوفوا بها يعني القوام ديال العجين كيف كيكون. صافي احتاجيت ل 500 غرام ديال الدقيق. دابا غادي ندوزو باش نشكلوهم. صافي من بعد غادي ندوز باش وضعت الفران كيسخن، يعني الفران خصو يكون سخون من قبل، وغادي ندوز باش نشكل الكويرات ديالي. نتوما كديروا القياس، القياس اللي بغيتو. انا هنايا غادي نوضع فيهم واحد 45 غرام، اولا كديروا عينكم ميزانكم، يعني كتبغيو واش كبارين ولا صغارين، كنضغطوا عليهم على هذا الشكل هذا. صافي كنحطوهم في اللاطه اللي كتدخل الفرن. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحبات كاملين اللي عندي، العجين كامل، ونتلاقاو ان شاء الله باش ندخلوهم للفرن. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، كناخذ داك الصفر د البيض اللي احتفظنا به، وغادي نوضع معاه واحد راس معلقه، يعني ما نكثرش القهوه باش هكا يعني ما كيتحمروش ليا دغيا وكيتخطفوا وما كيطيبوش من الداخل، يعطيني غير لون خفيف. وغادي نضيف القليل من الحليب، صافي وكنخلطها، وغادي ندهن بها الوجه ديال هاد لي كاليط. بالنسبه للفران يكون ساخن على 160 170 درجه. كندخلوهم لتحت حتى كيطيبوا وكنشعلوا عليهم يتحمروا. بالنسبه للفرن ديال الغاز كنديروا عافيه اللي مهيله، ما كنسخنوهش بزاف في الاول، يعني كيسخن شويه وكندخلوهم، والعافيه كيف قلت لكم تكون مهيله حتى كيطيبوا يتحمروا على خاطرهم ما كيتخطفوش، يبقاو خضرين. صافي وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا الوجه ديالهم كيف كيجي. صافي انا غادي ندهن هاد لي غاليط. ماما صافي غادي ندهن الوجه ديالهم، وغادي نزينهم بشويه ديال الزنجلان اختياري. ديروا الزنجلان عادي اللي وضعناه في الداخل، اولا كديروا الزنجلان الابيض كيف قلت لكم اختياري، اللي ما بغاش بلا ما يضيفوا. وغادي نزينهم بخطوط بالفوشيط. صافي وكندخلهم للفران. صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحبات كاملين اللي عندي. لا فيديو ديالنا كتكون وصلت النهايه ديالها. هادو هما لي غاليط اللي حضرت معكم، فوالا كيف كيجيو غزالين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا كيستحقوا التجربه، وكيف تلاحظوا المقادير ديالهم راه يعني بسيطه وفي نفس الوقت راهم كيجيو زوينين بزاف. نقول لك الا كنتي اول مره كتشاهدي لا فيديو مرحبا بك، ضغطي حبيبتي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد، وما تنسايش تبارطاجي لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. نقول لكم تلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.